المرأة للصلاة طبعا هي رأي قديم، هو رأي للإمام الطبري والإمام أبو ثور، وليس أمرا مستجدا. يعني هم هؤلاء استندوا على أثر منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ورد في أبو داود من أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزار أم ورقة في بيتها وأمرها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذن يؤذن للصلاة لأنها كانت أحفظهم للقرآن. زارها في بيتها وأمرها أن تؤم أهل دارها. الواو في لغة العرب هي للعطف والمغايرة، للعطف، والعطف دائما للمغايرة. يعني لا تستطيع أن تقول والله محمد ومحمد، وبالتالي تتحدث عن شخصين مختلفين. فزارها في بيتها، البيت غير الدار، الدار زي دار حمر، زي دار فور، زي دار مسالي، زي كده، زي الديرة في فلسطين. وبالتالي هي أمرها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذن يؤذن الصلاة. لو كان البيت المحدود ولم تكن بيوت مكة غير غرفة، لا يمكن أن يكون هنالك مؤذن للصلاة. والمؤذن بالمناسبة الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من محارمها. لكن شروط إمامة الصلاة ليس من بينها الذكور والأنوثة حتى عند كل الفقهاء. الشرط الأول أن لا يؤم إمام الناس وهم له كارهون، يؤمهم برضاهم وإن لم ينتقبوا لكن راضين عنه، وأن يؤمهم على نهج معلوم، وإذا أخطأ يصوبوه، وإذا صوبوه أن يأتمر، وإذا قالوا له سبحان الله أنت أخطأت يعدل، وإذا أصاب يتبعه. هذه هي إمامة الصلاة. الجانب الثاني إنه الفقهاء بيقولوا يؤم الناس أقرأهم للقرآن، واختلفوا في أقرأهم، هل هو أحفظهم، هل هو أبقاهم، هل هو أكثرهم تجويدا لمخارج الحروف، هل هو أكثرهم علما بالقراءات والتزامها. اختلفوا في ذلك، وبالتالي ليس من الشرط لا ذكورة ولا أنوثة. بهذا المنطق ليس كمان وليس ذلك نص مانع. القرآن يقول فصل لكم ما حرم عليكم. الرسول لا يحرم ولا يحلل، الرسول ينهى ويأمر. والسنة عند الفقهاء هي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولم يكن من باب الفرض أو الواجب، أي من باب المندوب المستحب. لكن حتى مثل هذا الأمر الذي فيه نهي لم يرد قط عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المحتجون يحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تؤمه امرأة، لأنه هو كان الرسول، لأنه هو كان الأغرى للقرآن، لأنه هو كان الأعلم، لأنه هو كان الأفقه. وبالتالي ما كانت هنالك إحدى الإناث والنسوة في مجتمع المدينة أحفظ بالقرآن من حفاظ القرآن الذين كان أغلبهم رجالا، وبالتالي هؤلاء هم الذين يؤمون الصلاة. والقاعدة الأصولية في علم الأصول بتقول إنه الأصل في الأشياء الإباحة، وفي الأفعال الحل. الحرمة هي التي تستوجب الدليل، وبالتالي طالما ما في دليل للحرمة يبقى أصل الإباحة هو المتاح. هذه القاعدة من قواعد علم الأصول مأخوذة من آيات التسخير. سخر لكم ما في السماوات والأرض، سخر لكم ما في الأرض جميعا، وأحل لكم ما وراء ذلك. وبالتالي ما في زول بيقدر يعقب على النص القرآني في التحريم. بل القرآن لما الرسول صلى الله عليه وسلم منع نوع من العسل لأنه واحدة من النساء علقت عليه سلبا، قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ما عنده حق يحرم، فلذلك لكنه يأمر وينهي. ولذلك هذا هو ما يتم الإجماع عليه في إطار ما يتعلق بإمامة الصلاة. الجانب الثاني الرجل المريض قد تسيره عجزة الرجل المريض، عجزة الرجل، مثل ما كانت تفعل في آل لوط. فإذا الجانب الثالث يا أخي إذا كان مثل هذا الرجل تسيره هذه المرأة فليصلي خلف الصفوف في الآخر، أو بعيدا عن أن لا يراها، فضلا عن إنه النساء دي ليست كلهن شابات، ليس كلهن أطراب أندات في عمر الشباب. في امرأة مرات عمرها 70 و80 سنة لا تحرك فيك ساكنة. فالقرآن ما بيضع حكم مربوط على ثقافة الناس وتقاليد وأعراف ونوازعهم النفسية، لا، بيضع حكم مطلق. الحكم المطلق ما بيتأثر بالوقائع الثقافية التاريخية من التقاليد والأعراف. ولذلك دينا ليس هنالك ما يمنع أصلا. الحنابلة قالوا لا يجوز أن تؤم النساء والرجال، وفي رأي شاذ لهم قالوا تؤم النساء والرجال إذا كانت أغراهم لكن تقف خلفهم. وهذا رأي غير موفق، لأن الإمام يهتم به وبيكون دائما في المقدمة. ومن إمامة الصلاة أخذت إمامة الدولة،
الجانب الثاني الإمام مالك والإمام الشافعي يرفضون لها إمامة الرجال، لكن الإمام الشافعي يديها إمامة النساء وأن تقف في وسطهم، والإمام أبو حنيفة يديها إمامة النساء وأن تقف أمامهم، فضلا عن أن الإمام أبو حنيفة يعطيها إمامة زوجها.